يضربها، استلمها مرة ثانية رونالدو، زوج لاعبين امامه، يلجأ لوكا مودريتش، خرج له بنزيما، وصل لتوني كروس، توني كروس كريم، جول! هذا الذي لم يظهر، هذا الذي اختفى، هذا الذي غرق في وسط ثلاثي دفاع الفريق المكسيكي، يستلم كرة من أروع ما يكون، ممن استلمها من الرائع لوكا مودريتش، لمسة واحدة، كرة واحدة، توغل واحد كان كافي لكريم لكي يفتح مجال التسجيل للريال في وقت حساس ومهم في اللحظات الأخيرة من عمر الوقت الرسمي للشوط الأول. ريال مدريد يهز شباك الحارس مينوس، التمريرة كم كانت رائعة من قبل الألماني توني كروس في اتجاه كريم. الجول الأول للريال على يسار الحارس مينوس بل بين يديه. ريال مدريد متفوق على كلوب أمريكا المكسيكي بهدف مقابل 0. هذا هو الهدف الذي سيغير مجريات الشوط الثاني ويخلينا لاعبي الفريق المكسيكي في آخر فرصة في المباراة تسترجع وتضيع بسرعة. ثم الانطلاقه من الفارو موراتا، يلعبها مع خامس رودريغيز، انطلق مع رونالدو، رمى رودريغيز دي رونالدو، مش بتسلل كرة جول، رونالدو جول! كريستيانو رونالدو يجب ان يسجل في مباراة مثل هذه، ماكينة لا تتوقف في تسجيل الاهداف، ارقامه خياليه. كريستيانو رونالدو اللاعب الذي يفوق رقم 50 هدف كل سنه، لا يمكن سوى ان يكون رونالدو، ولا يمكن سوى ان يفوت فرصه تهديف مثل هذه. تمريره على طبق، الحكم قال وضعيه تسلل ام جول؟ الحكم قال وضعيه تسلل لانه بالفيديو بالتصوير بالاعاده من الفيديو لاحظ بان كريستيانو كان في وضعيه تسلل والغى الهدف حكم المباراة. طبعا البارحة كان حدث كبير جدا في عندما تم احتساب اول ركله جزاء في الدوره بالرجوع الى تقنيه الفيديو التي احتسبها الحكم المجري فيكتور كاساي. اليوم بالعوده ايضا الى الفيديو، الحكم الباراغواياني احتسب وضعيه تسلل من كريستيانو رونالدو، والان سيصفر نهايه هذه المباراه. هدف ل0 او 2-0 هي نفسها. ريال مدريد في نهائي كاس العالم للانديه، الحكم ايضا صنع الحدث هنا للمره الثانيه متتاليه. ماذا هنالك بالعوده الى الفيديو؟ هاي قاعه الفيديو التي ربما اصطادت وضعيه تسلل. ماذا هنالك؟ الحكم قال هدف، مش عارف احتسب الهدف ام لا. احتسب الهدف في نهايه المطاف حكم اللقاء. هدفان مقابل 0 حسب ما هو مبين على الخط الالكتروني لريال مدريد امام الكلوب